ايه هي القدرة على التكيف؟ هي انك تعرف تتأقلم وتظبط نفسك على الظروف الجديدة المحيطة حواليك، سواء كان التغيير في شغلك، تغيير في دراستك، تغيير في حياتك، في علاقاتك، في التكنولوجيا اللي انت تستخدمها، او حتى في طريقة تفكير الناس اللي حواليك. تخيل ان عقلك ده زي برنامج كمبيوتر. القدرة على التكيف هي الابديت اللي بتنزله علشان البرنامج ده يشتغل كويس مع نظام التشغيل الجديد اللي هو الحياة. لو التكيف هو القدرة على التأقلم، فعكسه هو الجمود وعدم المرونة. تلاقي ناس كده، ناس مش عايزة تتغير، ناس دماغها متركبة مع قفل. شخص مش قادر يتكيف، مش قادر يتغير، هيفضل يعمل نفس اللي بيعمله. شخص بيفضل متمسك بطريقة واحدة للتعامل مع الأمور. ده ممكن يخليه يفشل لما الظروف دي تتغير، زي ما حصل مع كوداك اللي كانت رائدة في عالم التصوير الفوتوغرافي. لما ظهرت الكاميرات الديجيتال، كوداك اتأخرت انها تتأقلم مع الوضع الجديد، مع العلم ان هم كان عندهم اول شخص اخترع اول كاميرا ديجيتال في التاريخ، لكن هم كانوا خايفين على مبيعات افلام التصوير بتاعتها. والنتيجة شركات تانية زي فوجي وغيرها قدرت تتأقلم وتستمر، وكوداك اعلنت افلاسها في 2012. ايه الفرق بين التكيف والمرونة؟ المرونة هي قدرتك على انك تتغير بشكل مؤقت وترجع تاني لشكلك الاصلي بعد ما الحدث ده او الحاجة اللي بتحصل دي تتغير. زي الاستيك، شد الاستيك تسيبه يرجع تاني للشكل بتاعه. او زي الشجرة لما يبقى فيه ريح شديدة قوي ورياح قوية، تلاقيها بتروح يمين وشمال، اول ما الرياح بتخلص بترجع تاني مكانها. لكن التكيف هو تغيير اعمق واشمل، بيغير طريقة تفكيرك وسلوكك بشكل مستمر، بشكل دائم، علشان يناسب الوضع الجديد. زي شركة نتفليكس اللي بدأت كخدمة لتأجير DVD عن طريق البريد. لما الظروف اتطورت وبقى فيه انترنت سريع، نتفليكس عرفت تتكيف بسرعة وحولت نموذج عملها بالكامل لخدمة بث الفيديو من خلال الانترنت، وده وصلها انها بقت عملاق في مجال الترفيه دلوقتي.